بركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ انا اديت الفراخ صدمه حلوه، يعني اديت كده شويه حبه بحبه، طلعتهم في الغطا والاخر رصيتهم، حطيت الكتاف تحت والوراك فوق عشان الوراك هي اللي ما بتاخدش نار. خدوا لهم تتبيله حلوه اهو، صدمه حلوه. ونغلي الميه يا حبايبنا. حطيت عليها بتاع دون فص مستكه وجوز الطيب، وحطيت فلفل اسمر وورق لورا وحبهان. احط حبة مية صغيرة كمان ازودها عشان عاوزة الشطة. انا عملت محشي اهو، انا ده متأخر وانا عملت محشي بدري اهو. عملت كرنب دي ورق خس. ورق الخس بيبقى حلو، يعني حاطة الورق الخس على ناحية بس من فوق بس مش من تحت، يعني هما رصيت اتنين من فوق عشان عندي احمد ابني ما بياكلش الكرنب. ودول كوسة وباكلجان وفلفل هما. دي الحلة يا حبيبنا اللي مطرح الصلصة، مش بغسلها، بحطها على المحشي على طول. البتاعة تغلي بس كام غلوة كده، هي يعتبر استوت الفراخ. بطلعها بقى اعملها بصلصة كده وفلفل اسمر وليمون واحطها في الفرن. انا جربت تستوي، ظبطت حدقها. معانا اللحمة المفروضة عشان اعمل بيها مكرونة. انا عاملاها بس انا عاملاها بدري، فانا بعملها. انا قلت بعد الجمعة حبايبنا يعني هم صلوا ويجوا. انا مجهزاها، حط عليها ورق لورا، حط عليها بتاع حبة المطحون، حط فلفل مستكة، وحط عليها فلفل اسمر، حط معلقة صلصة في الاخر خالص. عاملة دول بصلتين كبار كده، يطلع لهم نص كده، حطهم عليها. معايا عشان اعمل فيها البشاميل. هي حاطه تحطوا زيت وتحطوا سمنه. انا عامه حاطه حته سمنه وحاطه حبه زيت. ننزل بالدقيق اهو، 8 معالق دقيق مليانين. انا هعملها باللبن، لو احتاجت هزود حبه شوربه، فانا ما بحطش الليدان، يعني هو كده الليدان مظبوط. مش الواحد هيحط الليدان غرق في الدقيق. انا مش بحمر يا حبايبي، انا بحمصه كده يبقى ريحه الدقيق حلو بس. معايا كيسين لبن هما، 2 كيلو لبن. انا هعمل كيس ونص مكرونه، يعني هو الكيس ما بكملش، الكيس مش بيجي نص كيلو يعني. طبعا مش هحط اللبن كل مره واحده، احط كيس بكيس كده. اللبن اللي مطلعاه من الفريزر مجمد بس عادي، يعني مش حاجه. تقليب كده باستمر يا حبايبنا عشان مش هوجع راسكم وسط الخربطه، وهرجع معاكم تاني. المكرونه على النار يا حبايبنا، انا محطتش غير حبه ملح وحطيت ليمون عشان الحله مش تزرق بس.
عملت البشاميل اهو، نزلت اهو. انا بحبه كده بالسلق دي كده. حطيت محشي الكرنب على النار اهو، بيرتك اهو، عشان بس ما اشيل سلقة الكرنب هروح جايه مدايره الحله دي على نار عشان عندي بطيئه شويه، واحط الكوسه والباذنجان على النار السريعه دي. انا مجهزه الفرن مولعاه ومجهزاه، طبعا كل حاجه مستويه. جايبه كيس لبن، يعني هنحط الواحد يرش عليها معلقه لبن بودره، والطريقه دي حبيبه قلبي النوشه اللي قالت لي عليها جربتها قبل كده، حلوه قوي. هو اللبن اصلا لبن جمسي سمين، وحتى برضو بتاع ده سمنه في البتاع دي وزيت. احط بس لما تعمل حبه كده ارش عليها معلقه لبن بودره بس. حبايبنا المحشي برتك ازاي، هوطي عليه ما شاء الله على الريحه بتاعته. الكوسه والباذنجان اهو لسه ما عملوش حلو، ما غليوش حلو. ما دي كيلو لحمه متبله من امبارح، حط عليها بصله كبيره، وحط عليها بشر جوز الطيب، وحط بتاع ده ورق بتاع ده حبهان مطحون، وحط بتاع دون فلفل اسمر وفابريكا ومعلقه صلصه، ومتبلها من امبارح، ودون فرشه في جار بتاع بصل وطماطم وبتاع ده، وحط عليها باكو من اللي هو بهارات الكفته. ودي يا حبايبنا الميه بتاعت البصل، الميه بتاعت البصل اهي، صبحها منها كده على شوكة على معلقة على اللي هو كفيه، على سيخ اللي هو كفيه، يعني عملي يا حبايبنا كده بالطريقة دي. معلش بقى انا نسيت احط حبة بودر، كنت مخليها احطه، انا متبلها من الفجر، بس احط حبة بودر عليها. كيسة بودر هقلبه في بعض بقى يا حبايبنا وارجع معاكم تاني. يا حبايبنا طلعنا صينية المكرونة اهي، نحط الكفتة اهي صبعتها، الفراخ في الفرن انا هطلعها اقلبها على الناحية التانية. خلصنا المحشي اللي كنا طافيتها. اقلبها الناحية التانية كده يا حبيبنا عشان تتحمر من الناحية التانية، وهحطها في الفرن. اهو يا حبايبنا طلعت الفراخ اهي، والمكرونة طلعت، ما عادش غير كفتة في الفرن وهنسجل. وبعدين يا حبايبنا انا بنضيف وما مش ضيوف يعني، بنت وعيال بنت وكده. مش كده مش كده. استنى بقى بنعمل ونروح حاطين المحشي. نعمل ايه؟ حط المحشي. يا حبيبة ولا حنين؟ لا دي حبيب. حبيبة شوفي إحساسي عرفني إنها هي حبيبة. بتعملي إيه؟ بتاكلي؟ صوريه وارسليه في الفيسبوك.
مش هيعمل. طب نار يا حبايبنا، غدانا معاكم النهارده اهو. تعالوا اتفضلوا الغدا معانا، يا مرحبا بكم كليتكم. والنهارده الجمعة، كل جمعة وانتم طيبين وزايدين ما انتوش ناقصين. وان عجبكم المحتوى بتاعنا، اللي بيشوف تبطل اول مرة يشترك معانا في القناة ويفعل الجرس عشان كل ما لما ننزل حاجة دي توصلكم. حبايبنا اللي معانا من الاول يعملوا لنا لايك حلو كده وكومنت حلو، وربنا يجازيكم خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.